اخر ريت شفنا شنو هي البي تي يو. دابا غادي نطرقوا اكثر لاطا 29 واللي هي الهيدروليك باور. فالهيدروليك باور هو المسؤول على تحريك كاع الاجزاء ديال الانظمه الثقيله في الطائره، بحال اللاندين جير، ستيرينغ ديال العجله الاماميه، الكارغو دورز، الفلايت كنترولز والليستا طويله. كنلقاو كاملين كومبوننتس في هذا النظام هما الريزرفوار، البومبس، الاكيوميليتورز والاكتوياتور. وهادشي كيخدم فلويد بحال السكاي درور ولا اللايت جيت اللي كتوصل البريسيون ديالو 3000 بي اس اللي هي تقريبا ضغط 210 كيلو في كل سنتيمتر مربع. الطائرات كما كنا قلنا غالبا عندهم ثلاثه ديال لي سيركوي هيدروليك، كاين استثناءات. في لوكا ديال ا 320 اللي بازين عليها في هذا الريل نقدروا نشوفوا في هذا الشيما الوان، وهذه التسميه اللي ايربيس كتعطي لي سيركوي هيدروليك ديال الطيار ديالها. وما عندهم حتى علاقه باللون ديال الفلويد للداخل حيت كيكون نفس البرودكت. السيركوي الاساسيين هما الخضر والصفر اللي كما قلنا كيتبريسوريزاو بلو دي بي ولا الانجين درايفن بومب، كتكون انتغري مع الموتور واحد بالنسبه للخضر والموتور جوج بالنسبه للصفر. الفرق اللي بيناتهم انه في السيركوي الصفر بالاضافه للو دي بي عندنا جوج بومبس اخرين، الاولى والاهم هي الالكتريك بومب كتخلينا نقدروا نبريسوريزيو هذا السيركوي واخا ما عندناش الموتور خدام، على عكس السيركوي الخضر. وعندنا بومب اخرى يدويه وكنقدروا نخدموا بها في الجراوند اوبريشنز ولا المانتنونس مثلا باش نحلوا الكارغو دورز ان كيز ما كانش عندنا لا الكتريك لا انجن. وعندنا السيركوي الثالث اللي هو الازرق اللي مديرو من الدرجه الاولى باش يخدم في حاله وقعت شي ايمرجنسي لا قدر الله، وكيقدر يتبريسوريزا بالالكتريك بومب يا بالرات في حالات ما كانش عندنا طاقه كهربائيه في الطياره، وكنقدروا بحال اليمونطيو به لي سيركوي الاساسيين باش نهبطوا بسلام. فعلاش عندنا ثلاثه ديال لي سيركوي وماشي غير جوج ولا واحد؟ هادشي غادي نشوفه في البارت 3 ان شاء الله. نتمنى تخليو لنا اسئله والفيدباكس ديالكم في الكومنتس، غنحاول نجاوب عليهم كامل.